السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منال المطبخ منال. ان شاء الله النهارده هنعمل غدا. سامحوني على التأخير ده كله لظروف. النهارده ان شاء الله هنعمل غدا سهل خالص، وخصوصا واحدة لو كنت موظفة او ما عندكيش وقت، وان شاء الله تبقى وصفة بسيطة خالص وسهلة ومش مكلفة خالص. هو جلاش باللحمة عادي، احنا كنا عارفينه، كلنا عارفينه ان احنا بنعمل راق كذا راق، بنعمل منه مادة دهنية. احنا دلوقتي بقى هنعمل الجلاش متقطع متفرول كده، عشان ولا نستخدم ماده دهنيه كتير ولا اصلا هناخد وقت، ومن ربع كيلو لحمه بس. انا معايا ربع كيلو، قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على الرسول، وانا معايا ربع كيلو لحمه. بصوا هو كتير دلوقتي ليه؟ عشان حطيت فيه جزر وفلفل الوان احمر واصفر واخضر، وحطيت فيه بصل وبهرته بقى طعمه وريحته تحفه، ورمى معايا كمان. المقادير بقى بتاعه التشريبه، انا معايا هنا نص كيلو جلاش. خصوصا بقى الوصفه دي لو انت مثلا عندك جلاش مقطع كتير مثلا من كذا وصفه واتبقى، طبعا مش هنرميه، هنسيبه. دي اصلا للبواقي بتاعت الجلاش اللي عندك في التلاجة. معايا بقى نشوف بقى التشريبه اللي هتخلي الجلاش حاجه تانية خالص، كانك عامله عجينه. معايا بيضتين، ممكن تبقى بيضه. ومعايا انا استعملت هنا في المواد الدهنيه، مع عايرت الفنجان بتاع الشاي لو عند طقم صيني كل واحده، عشان ما نبقاش متلخبطين. هعمل يا نص الفنجان ده زبده او زيت، انا والربع التاني برضو يا زبده يا زيت. انا عامله ربع زبده ونص زيت. خلاص اهو، ربع زبده وزيت اهو. بصوا باين طبعا ده الزيت وده الزبده. البهارات عندي مش كتير خالص، ملح وفلفل، انا بملحه عادي. وهنا بقى الماده السائله هتبقى نص لتر. عايزه تعملي الاكتر لبن، طبعا انا بفضل اكتر لبن عشان اغذي الاولاد. اهو لبن عادي خالص بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش فيه اي حاجه سخنه عشان ما اسويش البيض. ماشي. وكملت بميه، يعني دول كده مع بعض هيدوني نص لتر الماده السائله. خلاص. ومعايا الصينيه بتاعتي انا هدهنها يعني كانها كيكه، كاني بعمل كيكه. بس هاخد بس حاجه بسيطه كده من الزيت اهو. بصوا، من الزيت واعفرها بشويه دقيق. انا بس هعمل كل الخطوات قدامكم عشان مفيش حاجه تفوتكم. الوصفه دي بصي في دقايق هتبقى يعني جاهزه. ممكن تعمليها من بالليل وتغطيها بستريتش راب وتعمليها في بتاع ده في التلاجة. تيجي بقى من الشغل تقومي حطها في الفرن، ما بتاخدش وقت كتير. اهو تعفيره بسيطه كده، عشان انا الجلاش بتاعي هيبقى عامل زي العجينه اهو. والزياده هنزل اهو. خلاص اهو. بصوا عفرتها كاني بعمل كيك بالظبط. هنا بقى هنيجي للتشريبه بتاعتنا. نوسع بقى اللحمه على جنب. بصوا بقى التشريبه، بس انا قبل ما اعمل التشريبه انا هقطع الجلاش بتاعي بالطريقه دي. بصوا عشان يبقى كل حاجه واضحه قدامنا وسهله. نص كيلو جلاش عادي خالص. انا بحب اجيب اللي هو يعني مش لشركات، عشان بيبقى قليل وبيبقى ناشف. ده طري، مهما يقعد عندك في التلاجة طري. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريكم بس هعمله ازاي، وبعد كده هكمل الطريقه عشان ما اطولش عليكم. بصوا كده بقطعه كده اهو، بقطعه بالطريقه دي كده. خلاص. هعمل النص كيلو بتاعي دوت، وهشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. بعد ما قطعت الجلاش اهو، بصوا بعد ما قطعته رمى معايا كميه، ولازم ما يكونش فيه واحده لازقه في الثانيه. انا عايزاه مفرفط كده عشان التشريبه تيجي فيه وما يكونش ني. لازم الخطوه دي. ماشي. بصوا بقى هنعمل ايه. خلاص خلصنا مرحله الجلاش والصينيه. نيجي بقى عند مرحله التشريبه، ودي اهم حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا الماده السائله هتبقى نص لتر. ممكن تعملي نص كيس اللبن اللي هو اللي بخيره ده، او اي نوع تفضليه، مره واحده وخلاص، مش لازم تحطي ميه. واحط الميه واحط الزيت. عايزه تكتري الزيت اكتر من الزبده براحتك. اهم حاجه يكون في ماده دهنيه كويسه عشان ما يلزقش. ننزل الزبده كده، واوعي يكون في اي حاجه من المواد الدهنيه دي سخنه عشان البيض ما يستويش.
ننزل الزيت كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بعد كده الملح والفلفل يعني حسب الكميه اللي عندك، يعني انت بنظرك كده طبعا هتعرفي قد ايه. هو ده كده كويس قوي معايا عشان ما يبقاش حادق. بسم الله. بيضه تانية. بسم الله. اضربهم كويس قوي بقى لحد ما احس ان خلاص الصفار كله اختفى اهو. مش هياخد وقت. بصوا بقى انا وانا بعمل كده الشغل ده معاكم انا مسخنه الفرن، عايزاه يبقى حامي عشان دي عجينه ماشي. يعني برضو ده شرط المعجنات ان الفرن يبقى حامي. بس ان شاء الله تاكلوا احلى جلاش بالشكل ده كده. خلاص اهو حضرت التشريبه، اللحمه موجوده والجلاش متقطع. نرص بقى في الصينيه اهو. اللي انا عايزه القاعده بتاعت الصينيه تبقى اكتر من الايه، من اللي فوق خلاص، عشان ده اللي هيبقى محمل عليه كل حاجه، اللحمه والماده السائله وكله. بصوا وانا بعمل كده برضو اتاكد ايه كده، وانا برص اتاكد ان كله بصوا زي الورق كده بعيد عن بعضه. دي خطوه مهمه. ممكن ما تقطعيهوش كده بالسكينه، ممكن تعمليه تقطعيه بايدك كده. انا مره عملته قطعته كده بايدي عادي كده، فاهمين؟ بس كده كويس قوي. وجست كده بايدي في الصينيه. لو لقيت حته مكلكعه او لقيت حته عاليه وحته واطيه لازم ايه، بصوا اسويها كلها كده. الحته اللي احس ان فيها الجلاش خفيف احط كده اهو. ما تقلهاش قوي برضو عشان ممكن الاقيها نيه. حصلت معايا ممكن الاقيها نيه خالص. بصوا بقى هنا انا بوزع التشريبه بقسمها تحت وفوق عشان عايزه الجلاش كله بتاعي يبقى طري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. بسم الله بسم الله بسم الله. واوعي تحطي اللحمه سخنه، مش عشان الجلاش، عشان البيض هيستوي اهو. بصي وانت بقى ايه بعينك كده تشوفي يعني انا عايزاكي تشبعي خالص الجلاش بالذات الطبقه اللي تحت، عشان كل ما تبقى طريه كل ما هتستوي. لو ناشفه ومش شبعانه من التشريبه دي مش هتبقى مستويه. انا مجرباها والله. ما عملتش يعني ما عملتهاش ما رميتهاش طبعا، انا دخلتها الفرن تاني اهو. بس بصوا اهي شايفين شكلها حلو. بعد كده بقى هنزل باللحمه. عصجي بقى اللحمه وكيسيها في الفريزر، ممكن تعملي بقى بيها كذا وصفه. طبعا لو انت موظفه او ست بيت وشغل البيت كتير عليكي بس عايزه تنجزي غدا سريع وجميل طبعا ومفيد كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وزع كده اللحمه في كل حته في الصينيه. خضار مخلي ريحتها جميله وطعمها جميل. انا طريقه اللحمه تعصيجه اللحمه دي معتمداها في كل حاجه، ترمي معايا بتوفر ومفيده اهو بالشكل ده كده. وزعتها في كل حته. الطرف هيبقى زي اللي في النص على فكره، كله هيبقى طري ان شاء الله باذن الله يعني اهو. بعد كده اكمل بقى التانيين. بصوا دي بقى هغطيها، يعني انا مش عايزه اللحمه تبان وفي نفس الوقت مش طبقات تقيله، عادي مش لازم تعمليها طبقات تقيله. هو اهم حاجه القاعده اللي تحت ده الاساس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني قدرتك اني الى نفسي طرفة عين. معاها بقى شويه بطاطس وكده شكرا، الغدا اتعمل وزي العسل. يعني نص كيلو اللحمه بالطريقه اللي قلت لك عليها دي هتعملي صينيتين كبار زي اللي انا بعملها دي. بسم الله بسم الله. في حاجه بقى مهمه، احنا الجلاش العادي اللي بنعمله بعد ما بنرص الصينيه كده وهو ني بنقطعه. دي لا مش هقطعها، دي هقطعها بعد ما تستوي
اهو. بسم الله بسم الله بسم الله. هوزع كده على كل حته. ماشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه بس فلفل اسود ما دابوش هشيلهم عادي خالص، واعمل الحركه دي. خلاص بصوا بقى الصينيه تستوي بقى وتاخد لون. عايزه تزودي اللون اكتر، اوعي تقولي لا انا هتبقى من تحت لون واعملها بالشوايه اللون ده تبقى بيضه. لا، ما تقفليش الفرن الا لما تشوفي اللون بتاع الجلاش الوش ده اتلون احمر. خلاص عايزه تزودي بقى التحميره شويه بتاعت وشه، اقفلي الفرن وشغلي الشوايه. اهو بصوا بقت عامله ازاي. ده فلفل اسود اهو. بصوا هندخلها بقى الفرن ونشوف هتاخد ايه وقت قد ايه مع بعض. بعد ما صينيه الجلاش بتاعتنا استوت، بصوا هي خدت بالظبط نص ساعه حسب بقى يعني حميان الفرن بتاعك. بصوا اهي شكلها بسم الله ما شاء الله وطريه. هنقطعها مع بعض ونرصها في الطبق اهو. بصوا بتتقطع بكل سهوله ازاي. هقطعها بقى كمان تقطيعها وارصها في الطبق ونشوف مع بعض هي عامله ازاي. بعد ما قطعنا الجلاش طري، بصوا ما اقدرش اقول لكم على الطراوه بتاعته. بصوا بسم الله ما شاء الله يفتح النفس. قليت معاه بطاطس وقطعت خيار مخلل بقى كاتشب. عايزه تحشيه جبنه مع الحشو براحتك، عايزه تحشيه جبن بس. بصوا بقى الجلاش. بصوا 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 الطراوه بتاعته اهو. بصوا من تحت عامل ازاي التسويه امور. بصوا هنا عايزه اوريها لكم بس. بصوا بتبقى طريه ازاي زي اللقمه. ده اللي انا بتكلم فيه. التشريبه بتخليه ناعم وحلو، مش جلاش كده تاكليه تفتفتي على نفسك كده ويقع، لا. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا بتلفيها كده زي العيش بس هي عامله زي العجينه. بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. كانت معاكم منال من مطبخ منال. عملنا مع بعض الجلاش باللحمه باسهل طريقه واسرع وفي وقت سريع يعني، عشان لو انت موظفه ولا حاجه. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. مع السلامه.